بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. قال الله تعالى في كتابه العزيز في سورة الإسراء في الآية 9: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. آية مثلا لا يقوم الإسلام في سورة الإسراء الآية 9. ربي سبحانه غادي يسمسلاي فواليس غادي يهدر في القرآن الكريم. إن يغيد القرآن أجي وقد ينزلنا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو آخر ما أنزل على خاتم النبيين والمرسلين، بدءا من الآية الأولى اقرأ باسم ربك سجل الآية ثمزوارث من ناحية التنزيل. أول آية أنزلت هي هذه الآية الأولى، ثم آخر آية أنزلت في حجة الوداع الآية في سورة المائدة الآية 3: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نربط بين الآية الأولى من التي أنزلت وهي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، الآية معروفة، والآية التي أنزلت في حجة الوداع وهي الآية الثالثة من سورة المائدة، ثم الآية الخاتمة الأخيرة التي أنزلت في القرآن الكريم هي الآية 281 من سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نأخذ هذه الآيات ثلاثة ونربطوها بالآية 9 من سورة الإسراء وهو موضوع الدرس. ثم زور ثالث مثلا: القرآن الكريم نزل منجما. لماذا منجما؟ مفرقا على مدار 23 سنة لكي يرافق القرآن المجتمع المسلم مرافقة تهذيبية تشريعية تقنينية ومرافقة بنائية لبناء الإنسان وبناء المجتمع. اش في المعنى بوال؟ القرآن ودي نزل في سنتيكلت خاطر ربي يزمل القرآن يدي نزلها في سنتيكلت سلايا ثم زواروث أهل مذلايا ثنقاروث، ولكن ربي سبحانه الحكمة ينس يفضاث يفرقيث شوية شوية ألم ما يختم القرآن الكريم كامل. لذلك الكفار سألوا لأن سيغروا دين زلالة ضربة واحدة. القرآن أجاب وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. الجواب: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. معنى ربي سبحانه يفقد ذي الله يوم الإسلام حكمة من الحكم تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة وهو يواجه ألوانا من الصعوبات المعنوية والمادية هو مع الصحب الكرام، كما قال القرآن: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. شوف درجات الابتلاء: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصحابة 23 سنة القرآن يتنزل حواجا أما ذنسان الصحابة حواجا باش ربي أثني ثبث التثبيت باش يصبروا باش يكملوا الرسالة. بدليل آخر ربي سبحانه عز وجل مدح المهاجرين ومدح الأنصار لأنهم مستحقون لهذا الثناء القرآني خاطر وقفوا مع الرسالة من البداية إلى النهاية، والله خلد ذكرهم في آيات كثيرة منها في سورة الحشر الآية 8 ربي سبحانه خلد ذكر المهاجرين. يهضر في المهاجرين دي الآية 8 من سورة الحشر:
يختمس بقوله أولئك هم الصادقون. يفكاسنا ربي وصف جميل، وصف جليل، سعن في ذس، سعن الصبر، وربي سبحانه يفكاسنا الوصفة ذي الآية في 8 سورة الحشر، يعني أولئك هم الصادقون. ومقام الصديقية مقام رفيع جدا، كما في سورة الفاتحة كي نقراو قوله تعالى يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ من هم؟ منهم البيان يأتي في سورة النساء، البيان يأتي في سورة النساء في الآية 69، وين يقول ربي سبحانه من النبيين والصديقين، يعني مقام الصديقية يساد من بعد مقام الأنبياء. هكا يرتب ربي سبحانه في الآية 69 دي سورة النساء من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربي ذكرت 4 الصناف ذي الآية من السلام دي سورة النساء الآية 69، 4 الأنبياء النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما السعد بوين ريسعون يرفقا ذوق ذاكي الصنفاكي الإسلام. لذلك ربي سبحانه عز وجل وصف إذن المهاجرين الصابرين جزاء لهم تخليدا لذكرهم في سورة الحشر الآية 8 بهذا الوصف الجميل الجليل إن أولئك هم الصادقون. يلا الآية 9 اللي بعدها مباشرة ربي سبحانه ذكر الأنصار الذين وقفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وهيئوا له أسباب الحياة والإقامة والدعوة ونشر الرسالة في المدينة المنورة. ربي سبحانه ذا شو دينا في الأنصار إسينا النبي عليه الصلاة والسلام كل الصحابة مرحبا يسوان العسلامة نوان غلمة ديال المنورة أمكن دي وصف يحبون من هاجر إليهم، يحبون يعني حملا الحمالة، خاطر ممكن الأنصار أسنين النبي عليه الصلاة والسلام مرحبا العسلامة هذايا الشك الصحابة، ولكن نيول بلا الحمالة زر كما دين فقي سمح لي مثلا فقي ما إلا تروح الدين فقي سلحمالة تفضي مانيك ما تحول فاض بلي الزايض أتفضي مانيك تروحض. وهذه مسألة مهمة جدا، مسألة المحبة في حياة الناس وفي حياة المسلمين بل في حياة البشرية. لو سادت المحبة بين الناس لما حصلت هذه الحروب وهذه الدماء التي تسيل والأرواح التي تزهق. لا يمكن لأنه ندرك بأن نحن أسرة واحدة، أسرة بشرية يجمعنا رباط كبير، كلنا لآدم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم لآدم وآدم من تراب. وربنا قال في سورة الحجرات في الآية رقم 13 قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ما قالش لتناكروا أو لتتحاربوا، قال لتعارفوا، وبعدين وضع معيارا عادلا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن الأنصار في الآية 9 ربي وصفهم بهذا الوصف حملا وقاذي هجرا الوصن. هناك وصف آخر صفة ثانية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، الإيثار. الإيثار في حياة الناس، معنى الأنصار كيستقبلوا المهاجرين مرحبا بكم العسلامة نون ما شاء الله، وأعطوا لهم كل وسائل الحياة، وكان اللي يخلي من حقه خلاو من حقوقهم، والحديث يطول في هذا الباب والأدلة كثيرة من أجل تيسير حياة النبي عليه الصلاة والسلام والمهاجرين. الدين سنثبوت نكون أحيانا الجيران كان جيران كان سمحتي على كل حال في كل تفضيون هذيك زما في رواية ربما هذا في حياة بعض الناس ماشي كل الناس حاشا يقطع الطريق على جاره قل ما تفوتش. أنا عماه ممكن طريق عنده 50 سنة هو يقول لك ما تفوتش هكذا، جدو أعطاه كي جاء الحفيد يقول لك لا أنا جانيول
لانيولاسيون، خلاص ما نقبلش هذا الطريق. ولا ممكن سمحتي باش تفوت تريسيتي ولا الغاز ولا هذه الامور معروفه يعني في حياه الناس. وهناك عرقله من بعض الناس في اتمام هذه المشاريع التي تعود بالخير على المجتمع قاطبه، وهذا يمنع شرعا ويمنع قانونا. والقاسم المشترك بينهما ما يسمى في الشريعه والقانون بحقوق الارتفاق، وهي موجودة في القانون المدني، قانون 75/58 المعدل المتمم بالتفصيل. حقوق الارتفاق أمثال ما يفغد سكوخام، ماشي الكويلاس يلحو الكويلاس يلحو الكويلا الجيران صافية كاين ذي فردان ذي ريسيتي ذي الغاز ذاين اللي ذي الدونيث مرة يعدي في غوريك، مرة غوري، مرة الفلاني، مرة عادي إلى آخر هذا الأمر. هذه فقط رسالة باش نذكروا هذا. شوف الأنصار قال ويؤثرون على أنفسهم، خلق الإيثار خلق جميل وجليل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا تمام المحبة الصادقة. أي تحمل ضيمانك حملي في وياض أكن ثليض الريمانيك القمكان الوياض قمكانيك الريمانيك القمكان السن باش بنادم هذه يسعوا الميزان وذي يسعوا الصواب وذي يلحو على حسابك. ندلنا اللايه هذو غير مثل اللايه يدينا ربي سوره الاسراء ان هذا القران يهدي، يعني يهدي يرشدنا ويوجهنا ويرينا. قال يهدي للتي هي اقوم صيغه التفضيل معناه هذا القران يرشدنا إلى كل خير، بل إلى أحسن الخير في جميع المجالات، في مجال الإيمان والعقيدة من خلال تقرير عقيدة التوحيد التي جاءت في القرآن، في مثل قوله تعالى في سورة البقرة في الآية 256 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقبلها الآية 255 اللي هي آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وبعد هذه السورة تأتي سورة عجيبة سورة الأنبياء الآية 25 ربي يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، بيانا لهذا الأصل الأصيل الجامع بين جميع الكتب السماوية السابقة. صافي في المجال العقيدة الإيمان. في مجال العبادة أيضا ربي سبحانه ذي القرآن يرشداغ أمثال نعبد ربي أكني وثا أكني قلزم. المجال الثالث والثلاثة اللي هو مجال الأخلاق والقيم، خاطر مجتمع بلا قيم بلا لي فالور بلا القيم، أما ذي القدر أما ذي الأحياء أما ذي الكرم أما ذي الصبر أما ياكل القيم سيكاذاكي إذا الأساس نتمتي أساس المجتمع هي هذه القيم التي تجمل حياة الناس إذا تمثلها الناس في حياتهم. صافي القرآن يرشد سين يعني نصرف كاع غادي ربي في سورة الجمعة الآية الثانية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه الآية هدرت على التزكية والتربية قبل التعليم. إذا كان التعليم ينصرف إلى الرؤوس فإن التزكية تنصرف إلى النفوس. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أخيرا المجال الرابع هو مجال الشريعة، مجال ضبط حركة الإنسان. أي نعم أنت شرعيث نسالغ دينين ذا شو ذا الحلال ذا شو ذا الحرام تنجرغ دا فريد أكن قرني مزورة أفريد المسلمة وثكين دما. هذه الشريعة تضبط حركاتنا في جميع مجالات الحياة، في الجامع في المجتمع في السوق في التجارة في الأسرة في جميع العقود والتصرفات في جميع المجالات. شرعنا هذا هو. لذلك ربنا عز وجل كي قال في سورة الجاثية الآية 18 ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الخاتمة
علاش ذكرنا اقرأ الآية الأولى باش نقراو، والقراية هذه ماشي كان المس الواحد خاطئ، يون يتأمل أكثر من 1000 آية في القرآن تدعون إلى التأمل والنظر باش الإنسان يعرف ربي ويعرف واجباته ويعرف حقوقه ويعيش في سلام ويحيا في تعايش وسلام مع غيره. ما إلا يون يستخدم اللاغيس أذ يوضر فيزت بلا شك، أذ يوضر فيزت أذ يسين ربي وذي يسين فريديس أفريد السلامة وثكين داما. ولا يجي تسلم سورة الإسراء الآية 9 إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، باش الإنسان لفذا غادي تسوغال سوا لربي سبحانه راس يطفي النفوس غير النجاة غير السلاك أذي يعيش ذي الدنيا ثاكن قرني مزورة ثم عيشت اللي سر وذا غذي الآخرث أذي يعيش ذي الهنا ذي ثالويث خطر الدنيا ولما غزفت وزلت. الدنيا قصيرة ولو طالت ولا يجوز أن نقصرها فهي أقصر من أن نقصرها، والآخرة هي دار القرار. ذخم اللفظة وكندينا ومذياز إن يستسد المس الحرف الباء تفاد الهلاك السبة وراس الزمير الطبة أرسل بابن القبة، يعني المثنى مثاكو تسد المس الحرف الذال السيسمور يلي الفذال في الهزيغلة السعدة الفقرة كذا الغني الميدا سينا تسد المس الحرف الضاء الحباب خدمن الفريضة خطر التركات وكل الأمور المادية التي قد تكون سببا في النزاعات والخصومات بين الناس. ربي قال لنا هذيك التركات اللي راكم تنازعوا عليها وهذيك الأموال وربما لأسباب كثيرة والطمع وغيره، قال لك هذه كلها ستترك ما يبقى غير الصح، وربي هو اللي يورثها في النهاية ولله ميراث السماوات والأرض. مع انتهى هذا قول الشاعر بالأمازيغية إميد يغدينا إن تسد المس الحرف الضاء لحباب خدمن الفريضة لأن سيلا يسيفضا إلى قصفر القضاء وما الدنيث ذي الفاني صلت في النبي الطاهر من سنة باب الشفاعة فقصت من الموت زي ثوعر أشحالي فردان الساعة يجفغو يغزي في العمر لابد دور الساعة. تقرأ السيوضن الآية الأخيرة التي أنزلت في القرآن الكريم هي الآية 281 من سورة البقرة. شو دينا ربي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أقول ثسنقلوا ذي ثغل ربي سبحانه كل يوم نزرع ذي الدنيث أثي غلث ذي الأخرث. اللهم زدنا إيمانا وتقوى ويقينا وألفة وأخوة ومحبة وسعادة. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم احفظ بلادنا الجزائر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين والحمد لله رب العالمين.